relationship علاقتِك مع إيه ده كل جيل بيشوف اللي بعده ضايع واللي قبله معقد. البرنامج ده بنجمع فيه كل الأفكار ووجهات النظر والخناقات دي في كل حلقة، ونحاول نفهم مين رايح فين. ازيك يا ليدي؟ إزيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ممكن تعرفي نفسك؟ أنا ليديا عندي 19 سنة، عندي مكان كده صغير بتاعي، باعمل فيه ضفاير وراستا وcurly styling والحاجات ديّة. بدأت من وأنا في تالتة إعدادي. الموضوع كان صعب أوي عشان كان صغيرة وكنت خايفة وكنت مش عارفة أبدأها إزاي، بس بتشجيع اللي حواليّا وأهلي وصحابي وكل اللي بيحبوني وكده بدأت، وأنا كنت حابة الحاجة أوي وشاطرة فيها وكل اللي حواليّا بيشجعوني، لحد ما بدأت تعبت أوي عقبال ما وصلت لحاجة حلوة، وفي الآخر فتحت مكان. الحمد لله، بس. ربنا يقويك. يا رب. قدامك 4 كروت، عايزاكي تختاري منهم كارت وتقري اللي موجود فيه. حاضر. relationship علاق علاقتِك مع إيه ده غيّره لأ اه مش عندي. قولي. الrelationship علاقتِك مع حبيبتِك أو حبيبِك، اوكي، مش عندي علاقات. طيب ولو مش عندك علاقة و... وهتعملي علاقة، ايه الرولز بتاعتك في العلاقة؟ آآ ال شايفاها ازاي؟ الrules اللي أنا محتاجة حد يكون طموح زيي، فرهود زيي، بيحب التنطيط، الخروج، الفُسح، الحاجات ديّة. انت فرهودة. باحب الخروج والتنطيط والحاجات ديّة والسفر كتير والخروجات كتير والحاجات ديّة. ويكون شبهي في حاجات كتير ويكون بيفهمني ما يكونش عِنَدي عشان كمان عنادية عشان ما نفتحش ملف، كده يعني. بس. من أولها هتفتحي آه، ملف. آه، بس. طيب وحابة إن أنتِ لمّا تبتدي علاقة يكون بابا عارف بيها؟ طبعًا، لإن أنا وبابا أصحاب جدًا. والله! ولأ طبعًا باجي أحكي له وباقول له وباخد رأيه. لأ أنا وبابا أصحاب جدًا طبعًا هاقول له، حابة جدًا. وعارفة إن العلاقة دي نهايتها جواز أو خطوبة. طبعًا إمم، أكيد. لكن مش أي حاجة تانية. لا، لا مش أي حاجة تانية عشان أنا مش أي حاجة أنا تانية. مش بتاعة أي حاجة تانية. ماشي، خدي الكارت التاني. relationship علاقاتِك مع أهلِك. أنا علاقتي مع أهلي على طول أنا اللي بيلجأوا لي، يعني أنا مصدر كل حاجة بالنسبة لهم، هُم اللي بيحسّسوني بكده، يعني على طول بييجوا لي في كل حاجة عايزين يحكوها، حاجة عايزين يعملوها، أي حاجة بييجوا لي أنا. إخواتي، أهلي، كل حاجة، يعني على طول بيحسّسوني إن أنا أكبر من سِنّي لدرجة إن أنا ما باتعاملش إن أنا 19 سَنة أو إن أنا حد صغير. إمم، وعشان كده مش باحب سِنّي أصلًا، لأ أنا أكبر من كده، عشان أنا شُفت حاجات أكبر من كده، والكبير قبل الصغير بياخدوا رأيي في كل حاجة. أوكي. لأ هُم بالنسبة لي كل حاجة في الدنيا، يعني أنا أهلي أحسن حاجة في حياتي. أنتِ ليكِ أخوات أصغر منِّك والّا أنتِ صغيرة؟ لأ ليّا أخوات أصغر مني، إحنا 4 بنات، ما شاء الله. 4 عسلات كده. يا أختي حلو. بنت كبيرة اسمها لوران، إمم، عندها 24 سَنة ودي متجوزة. إمم، و وأنا، بعد كده لوتجي إمم. في تالتة ثانوي، بعد كده لاتويا، لاتويا. دي عندها 9 سنين، بس دي بنتي مش أختي. يا حبيبتي أنتِ، ربنا يخلّيهم لِك. يا رب. وأنتِ أقرب حد ليكِ بابا؟ أقرب حد ليّا بابا ولوتجي. اهم. يعني أنتِ دلوقتي قُلتِ لي إن أقرب واحد ليكِ هو بابا آه. وماما. ماما دي كل حاجة في حياتي. ماما راحت السما من سنة و11 شهر بالضبط. إمم. الشهر الجاي هتكمّل سنتين مش معايا. طول الوقت هو ماما أحسن أم في الدنيا، وكل واحد بالنسبة له مامته أحسن أم في الدنيا، طبعًا. بس أنا فعلًا بالنسبة لي مامتي كانت أحسن حد في الدنيا بجد. يعني كانت أنا كان نفسي تبقى معايا وتشوف كل حاجة باوصل لها. هي كانت آخر حاجة معايا إن وأنا باخد المحل بس مش أكتر، يعني حتى ما لحقتش تشوف أمّا أنا فتحته يعني.
كان نفسي تكون موجودة، أعبّر لها قد إيه هي مهمة جدًا عندي، بس أنا آخر وقت كنت مليّة جدًا في شغلي وإن أنا عايزة أبقى حاجة، بس يكفي إن آخر شهر في حياتها كان كُلّه معايا، أنا لوحدي. أنتِ كنتِ قاعدة معاها في المستشفى؟ في تعبها، هو كُلّه بيقول إن هو كده مكانها أحسن وإن هي كده ارتاحت وكل ده، بس بالعكس، يعني أنا اللي ما ارتحتش، والباقية في حياتِك دي بتعصّبني، عشان الباقية في حياتي ليه الباقية في حياتي أنا مش عايزة حياتي أصلًا، لإن حياتي من غيرها ما لهاش أي معنى. أكيد. هو كان stop كده في حياتي كبير أوي، بس أنا كمّلت عشان خاطر كلامها وعشان كان اللي بتقوله لي بس مش أكتر. يعني هي في الوقت اللي كانت موجودة فيه، هي كانت أقرب والّا كان بابا؟ كانوا هُم الاتنين، هو كان علاقة أنا مش هاشوف زيّها يعني خلّينا متفقين. إمم. كانوا علاقتهم حلوة جدًا، أنا عمري ما شُفت زعيق في البيت، صوت عالي، أي إهانة، أي حاجة، ده أنا عمري ما شُفته. إمم. يعني هُم كان علاقتهم حلوة جدًا، 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 عشان كده إحنا طالعين ناس سويّة، خدنا منهم كل حاجة كويسة، هو ما فيش حاجة وحشة عشان ما ناخدهاش، إمم. آآ كنا بيت جميل. شايفة نَفْسِك شبهها أو زيّها؟ أنا شبهها في دماغي الكبيرة، وإن أنا أعرف أحل المشاكل اللي حواليّا كويس جدًا، بدليل إن هُم بيلجأوا لِك. آه، إمم. و وحكيمة في رأيي، وباحب اللي حواليّا أكتر من نَفْسي، ممكن آجي على نَفْسي عشانهم. وده واضح إن أنتِ يعني كل اللي أنتِ بتقوليه ده واضح، لإن أنتِ واحدة في سِنِّك ده فتحتِ مشروعِك وأنتِ اللي واقفة فيه وأنتِ اللي بتعملي كل حاجة، وكمان ابتديتيه من وأنتِ في تالتة إعدادي، فطبيعي إن أنتِ تبقى دماغِك كبيرة وإن أنتِ اللي تحتوي كل اللي حواليكِ. إمم، ممكن الكارت التالت؟ ممكن. علاقتِك مع ربنا. علاقتي مع ربنا كانت كويسة لحد ما برضه ماما سافرت السما، كان جوايا عتاب جامد، اللي هو ليه؟ طب ما كانش عندي رضا خالص. كنت حاسة إن أنا مش مفهوم بالنسبة لي، مش شايفة حكمة ربنا، لأ أنا مش شايفة حكمة ربنا في كده ولا عمري هاشوفها، يعني حكمة ربنا في إيه؟ في إن روحي اتاخدت منّي، مش عارفة. بس رجعت مع الوقت أصلّحها تاني، وده فرق كتير أوي في حياتي، حياتي رجعت تبقى كويسة تاني، لمّا رجعت أقرب من ربنا تاني. يعني ما حسيتِ إن أنتِ ابتديتِ تقرّبي منه، حسيتِ إن أنتِ ارتحتِ أكتر، آه، حسيتِ إن ده وضع طبيعي جدًا كلنا كلّنا بنمُر بيه. هنروح، إن هي مثلًا كانت تعبانة أو بتعاني، فبالعكس ربنا ريّحها، أيوه، بدل ما تتعذب وتبقى تعبانة وهي في وسطيكم وأنتم كمان يعني هتتعبوا بسببها، هنتعب على تعبها، فأنتِ قرّبتِ من ربنا أكتر. دي حقيقة. إيه الموقف اللي حصل لِك وحسيتِ إن ربنا بيطبطب عليكِ وبيحبِّك وشايفِك وساندِك في كل لحظة؟ فكل مرّة باعدّي في أزمة أكبر منّي ومن سِنّي ومن كل اللي أنا فيه، و وأكون بعيدة عنّه وكل حاجة، بس باجي ألجأ له في حاجة صعبة وألاقيه بيرُد عليّا بحل للمشكلة، بحاجة تحصل مستحيل كانت تحصل، بتغيير للواقع، إمم. بحاجة أنا يعني عمرها لأ ما حدش يصدّق إن هي كانت تحصل وتحصل والموضوع إمم. يتحل والدنيا تمشي وعادي. بتحبي تكلميه وتفضفضي معاه وأنتِ قاعدة في بيتِك أو في أي مكان والّا لمّا بتروحي الكنيسة تحسي إن أنتِ يعني حاجة بينِك وبينه كده وما فيش حد شايفِك خالص، أنتم الاتنين يعني مع بعض؟ هو الفضفضة مع ربنا بتبقى حلوة في أي وقت، بس طبعًا أحسن وقت لمّا بندخل دير، بندخل كنيسة، نولّع شمعة ونقف قدّام صورة ماما العذرا، بابا يسوع، ونقعد كده نحكي ونعيط ونطلّع كل حاجة جوانا، طبعًا بتفرق كتير، بتبقى أحسن بكتير. طيب أنتِ قُلتِ دلوقتي إن أنتِ مرّيتِ بمواقف ولقيتِ إن ربنا وقف معاكِ فيها، إيه هي المواقف اللي أنتِ مرّيتِ بيها وحسيتِ إن ربنا وقف معاكِ فيها؟ مثلًا في شغلي يعني أنا كنت طالبة order كبير جدًا، والجمارك جات من شهر أو شهرين والحاجة اتعطّلت والحاجة بقت بتترمي وأي حد عايز ياخد أي حاجة ياخدها وأنا كان ليّا شغل في الحاجات دي. إمم. وكان من سابع المستحيلات إن هو ييجي لي وخلاص كده ربنا يعوّض عليه الموضوع انتهى. إمم. كان اتأثّرت جدًا نفسيًا وما كنتش باعمل حاجة غير إن أنا باصلّي وباعيّط ويا رب والحاجة تيجي وأنا لازم تيجي لي وأنا الحاجة دي مهمة جدًا للمحل عندي ومش هينفع والصيف والحاجات ديّة وأنا محتاجة الحاجة ديّة جدًا وكان مستحيل تيجي والحاجة وصلت وجات
والموضوع عدّى. وعدّى على خير. طبعًا. طيب ممكن تاخدي الورقة الأخيرة؟ ممكن. علاقتي مع أصحابي. علاقتي مع أصحابي برضه على طول واخدينّي دور الماما أوي في حياتهم. آآ بيحبّوا يسألوني في كل حاجة، ياخدوا رأيي في معظم الحاجات. آآ فرق يعني كلّهم برضه بيحبّوا الفرهدة زيي وشبهي في كل حاجة. بس وزي أي حد بنبدأ شِلّة كبيرة ونقعد نقِل، 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 نقِل لحد ما بنبقى 2، 3 بنفضل عليهم. بس. في مرّة حسّيتِ إن حد من أصحابِك بيغير منِّك، بيحقد عليكِ، آه، كتير. باصص على حاجة في إيدِك وعايز إمم. ياخدها؟ خلّينا متفقين إن مش من normal إن حد في سِنّي يعمل مشروع ويبدأه دي حقيقة، والموضوع وعشان كده يمشي. سألتِك السؤال ده. ويكبّروا والحاجات دي. إمم. ف صحابي اتقسموا فريقين ساعتها. إمم. فريق حَب اللي أنا فيه واللي أنا وصلت له واللي أنا باعمله آه. ويشجعوني كل ده، وفريق بقى مركّز معايا جدًا و وعايز يقلِّد، بس في أي مشروع تاني. إمم. بس اللي بيقلِّد وبيعمل حاجة هو مش حاببها هو بيعملها عشان هو بيقلِّد مش أكتر، فمش باحس إن هو بيكمّل، ده من وجهة نظري يعني. أكيد. وحبّة تاني ما بقوش حابين يمشوا مع ليديا، يكلّموا ليديا، يتعاملوا مع ليديا. إمم. بس. طبيعي إن أنتِ سِنِّك صغير جدًا وعملتِ كل ده في وقت إمم. برضه قليل مش كبير، وبرغم إن أنتِ حصل عندِك وفاة مامتِك، إلا إن أنتِ وكمّلت. كمّلتِ، عايزة وأعتقد أقول إن لك أنتِ سمّيتِ المحل باسمها؟ دينا آه. مسميّاه إمم. دينا إمم. أيوه. إمم. معظمهم كان حاطط رهن أوي إن أنا بعد الوقعة ديّة عمري ما هاكمّل، إمم. أنا ماما سافرت في 8، إمم. أنا فتحت مكاني في 2. أيوه. في ناس كده، إمم. وفي يعني هُم عارفة اللي هو لأ ليديا دلوقتي بقت شغّالة، بقت حاجة، عملت الكيان بتاعها، عملت الbusiness اللي كانت بتكلمنا عليه في الدروس وإحنا بنلعب بعد الدرس مش عارفة فين إيه. إمم. لأ ليديا فعلًا حققت الكيان ده. إمم. لأ إحنا خلاص مش هنكلم ليديا أصلًا. إمم. بس، عشان ففي الآخر غيرانين صفصفت على على 2. 2، 3. بس. ال2، 3 بقى، أنتِ بتثقي فيهم؟ جدًا. إمم. تحكي لهم كل حاجة؟ مش بُصّي، يعني أنا شخصيتي مش من نوع الكتوم شوية، إمم. بس مش بخباثة. بس في حاجات كده باحب أحتفظ بيها لنفسي، يعني مش كل حاجة باعرف مش باعرف أحكي كل حاجة، فمش كل حاجة باعرف إن أنا أحكيها يعني. يعني حتى لمّا تعبتِ، ما حكيتيش إن أنتِ تعبتِ؟ حكيت. إمم. حكيت. وبيقفوا جنبي وبيسندوني وغالبًا كده دول أكتر ناس ماما كانت بترتاح لهم. إمم. يعني كان وجهة نظرها على طول في الناس صح، يعني اللي قالت لي هيكمّلوا معاكِ وهيحبّوا نجاحِك كمّلوا، واللي قالت لي لأ دي عمرها ما حبِّت لِك الخير وباصّة لِك في حياتِك، ومهما كنتم عِشرة عُمر ومهما كنتِ عارفة إن أنتم هتكمّلوا أنتم مش هتكمّلوا مش هتبقوا صحاب، وعدّى السنين فعلًا وهي مشيت وفعلًا بقينا صحاب. بس هل بتحكي لل3 بنفس الأسلوب والّا في best لأ friend في بالنسبة لِك؟ واحدة إمم. دي كل حاجة بالنسبة لي، إمم. دي زيّها زي أخواتي اللي في البيت بالضبط، إمم. حتى كانت غالية جدًا عند ماما وغالية جدًا عند بابا برضه. إمم. عشان كده أنتِ بتحبيها ومكمّلة معاها. إمم. وأنا باهتم بحُب أهلي لصحابي، يعني باحب أشوف أهلي حابين مين من صحابي، باحس إن أيوه فعلًا دي كويسة، أيوه فعلًا دي تمام، إمم. أنا مرتاحة وأنا معاها وأنا صاحبتها باتطمن وطالما بابا كمان يعني حاسس إن هُم كويسين، فهُم هيبقوا كويسين، دايمًا يعني الأهل بيبقى ليهم وجهة بيبقى نظر ليهم وجهة مختلفة. نظر إحنا مش بنكون شايفينها، بس هي خلّينا متفقين إن هي صح، إمم. يعني خلّينا متفقين. طيب أنتِ دلوقتي ليكِ الbest friend بتاعتِك وأنتم 4 بنات، فأنتِ عندِك 3 بنات يعني هنحُط الصغيّرة على جنب لإن مش هيبقى في حاجة، أيوه. فأنتِ عندِك بنتين، هل هُم برضه يعني مصاحباهم وبتقعدي برضه تكلميهم والّا بالنسبة لِك صاحبتِك هي أحسن منهم؟ لأ طبعًا في فرق. إمم. يعني صاحبتي هي صاحبتي في أمور الحياة العادية، لكن إخواتي دول بناتي، دول عيالي، إمم. يعني لأ طبعًا باهتم بيهم ومصاحباهم وهُم حاجة تانية عندي ما يتقارنوش، بس الغلاوة كبيرة، أكيد. إذا كان هي أو إذا كان إخواتي الغلاوة كبيرة. طبعًا. الفقرة دي من أقرب الفقرات على قلبي. يا حلوة، معاكِ. بعد الساعة 12:00 إمم.
إيه أكتر وأخطر أفكار بتيجي في دماغك وإنتي داخلة تنامي؟ إحنا لما بنيجي ننام حاجات كتير بتيجي في دماغنا، ماضي بقى ومستقبل، صدمات، حياة حسينا إنها وقفت، حياة حاسين إن إحنا مش قادرين نكملها من غير حد كان يعني بيحضننا وبيطبطب علينا وكل الكلام ده. انتي لما بتحطي دماغك على المخدة بتشوفي ايه؟ بتفتكري ايه؟ هو سؤال من 3 حروف ليه كل الحاجات دي أنا اتحطيت فيها؟ ليه كل الحاجات دي مرّيت بيها؟ ليه كل الحاجات الوحشة دي حسيت بيها؟ يعني أنا ما أستاهلش إن أنا أحس بكل الحاجات الوحشة دي، ما أستاهلش إن أنا أعيش كل الحاجات الوحشة دي، إذا كان بقى صدمات من صحاب، من أهل، من إن ماما مشيت فجأة من غير أي مقدمات كده. آمم، ليه كل الحاجات دي تحصل لي أنا؟ اللي هو يا رب أنا أصغر من كده، ما أستحملش كده، مش عارفة أتصرّف، مش عارفة أعمل إيه. وبتبقى أسوأ فترة، اللي هي بعد الساعة 12:00 دي أوحش فترة في اليوم. عشان بتبقي خلاص لوحدك، آه، خلاص نايمة بقى اللي هو أنتِ انتي. ممكن تحاولي تنامي ممكن مغمضة عينِك من 12:00 ل15:00، 4:00 مفيش. وأنتِ أصلًا مش نايمة، مم. أنتِ بقى في الحاجات دي، عمّالة بقى تفكّري في الحاجات دي كلّها. بتشوفيها، بتقعدي تفتكري أوقات كتير هي كانت معاكي فيها، كانت بتقعد تطبطب، بتأكلك، بتعمل لك الحاجة اللي انتي إمم، عايزاها. انتي كنتي بتقولي ان انتوا صحاب، وإن أنتِ كنتِ بالنسبة لها يعني برضه ضهر، زي ما هي ضهر، إنها كانت عارفة إنِّك دماغِك كبيرة وعاقلة. إمم. آآ أنتِ دايمًا بتبقي شايفة كل المواقف دي قدّامِك وأنتِ نايمة؟ أكيد، يعني بييجي flashback كده من أول ما عرفت إن هي تعبانة، بوجودي معاها في المستشفى، باللي أنا شُفته معاها، اللي هو شخص أنتِ كل حاجة في حياتِك وأهم حاجة في حياتِك شايفاه تعبان قدّامِك وأنتِ مش عارفة تعملي له إيه، مش عارفة تتصرّفي له إزاي، طَب أعمل إيه؟ أنتِ مش عارفة، وشايفاه بيضيع منِّك وأنتِ عارفة النهاية إيه، يعني عارفة إن هي آخرتها إن هي مش هتكون معاكِ. ماما فرقِت في حياتي فرق كبير، يعني أنا كنت قبلها حد وبعدها أنا بقيت حد تاني. اللي هو إيه بقى؟ أنا قبلها كنت حسّاسة، كنت باعرف أتبسط، كنت عارفة يعني إيه فرحة، كنت عادي حاجات كتير بتضايقني. بعد ما ماما مشيت أنا فقدت إن أنا أحس بأي حاجة حواليّا، حتى فرحانة بشكلي من برّه بس، لكن من جوايا مش حاسة إن أنا فرحانة. على طول باقول إزاي أفرح وهي مش موجودة، أو إزاي إحنا هنقوم دلوقتي نتبسط، نعمل عيد ميلاد، نروح فرح، نخرج، نسافر وهي مش معانا، إمم. لإن هي اللي كانت بت بترتّب لكل حاجة في الحاجات دي، فإحنا إزاي اللي كانت ماسكة البيت ده وماسكانا وبتفرّحنا وبتعمل لنا كل حاجة، إحنا هنعمل كده من غيرها دلوقتي، إمم. بس. فأنتِ حاسة إن أنتِ فقدتِ حاجة كبيرة في حياتِك. فقدت حياتي، أنا ما فقدتش حاجة كبيرة في حياتي، أنا فقدت حياتي كلّها. لمّا بتقعدي أنتِ وبابا أنتِ وبابا وأخواتِك بتقعدوا تفتكروا كانت بتعمل إيه، بتقومي تلبسي حاجة من هدومها؟ باحب أوي أقعد ألبس حاجة من هدومها وفي حاجة مميزة أوي، إن ريحتها في كل هدومها لحد الآن، بجد؟ دي حاجة بتطمني لحد النهارده إن أنا أفتح دولابها وأشوف هدومها وأشم ريحتها في هدومها. ماما مقصّرة مع أي حد اتعامل معاها، ماما مقصّرة مع البياع اللي كانت بتشتري منه حاجة وهي طالعة، ماما كانت سِت عظيمة، بصراحة كانت سِت جميلة. أنتِ أكتر واحدة متأثّرة في أخواتِك؟ لإن هي كانت قريّبة منّي أوي، يعني كانت شايفة فيّا اللي هي ما عرفتش تعمله لنفسها، كانت شايفة فيّا إن أنا عايزة أعمل career وحققته فعلًا والناس بتحبّني، كانت بتفرح أوي لمّا حد يوقّفها يقول لها: "هو أنتِ مامة ليديا اللي بتعمل راستا؟" إمم. وأنا اللي عايزة أقوله إن هي اللي وصّلتني إن الناس توقّفني في الشارع، "أنتِ ليديا بتاعة الراستا، إحنا عايزين نحجز معاكِ، إحنا عايزين نعمل معاكِ شعرنا." ف لأ، هي ماما فعلًا حد عظيم جدًا. الله يرحمها. بجد. عايزة أعرف منِّك التعب اللي حصل لِك، ده كان بسببها؟ بسبب إن أنتِ زعلتِ أوي عليها؟ غالبًا. يعني كل الدكاترة اللي رُحنا لها قالوا لنا كده. أنا بعد ما هي مشيت، أنا من الصدمة اللي جات لي حتى ما قدرتش أطلّع زعلي في عياطي، إمم. يعني أنا حتى ما عيّطتش،
فضلت كاتمة جوايا لحد ما على طول باعلّق محاليل، على طول مُغمى عليَّ، على طول ضغطي واطي، على طول تعبانة. كل اللي رُحت عندهم قالوا لي قالوا لي إن هو بسبب نفسيتِك. إمم. لحد آخر دكتور مناعة قال لي روماتويد بييجي من النفسية الوحشة بسبب صدمة كبيرة حصلت لنا، إمم. وهي كانت ماما. ما فيش صدمة كبيرة هتحصل لي أكتر من إن هي مشيت. وده أثّر على شغلِك؟ أثّر على شغلي لإن طبعًا الclient لأ إحنا عايزين ليديا هي اللي تعمل لنا شعرنا، إمم. عايزين الfinish بتاع ليديا، عايزين شغل ليديا. طبعًا في بنات في المكان إمم. بيعملوا شغلي حلو جدًا وبيطلّعوا نفس اللي باطلّعه، بس هُم عايزينِك أنتِ. بس هُم عايزينّي أنا. إمم. لإن يعني الحمد لله ربنا مدّيني نعمة إن الناس بتحب تيجي، البنات بتحب تيجي عشان تشوفني وتتعامل معايا ونقعد ونهزر ونضحك ونتصور إمم. مش شعرها خالص. إمم. بس. بس أنا شايفة إن أنتِ لازم تكوني متواجدة في المكان، التعب اللي أنتِ فيه ده ما يأثّرش على نفسيتِك، لإن أنتِ كده بتوقّعي نفسِك، وأنتِ لمّا هتوقّعي نفسِك هي هتزعل. خلّي بالِك هُم بيبقوا حاسين بينا أصلًا، فأنتِ كده بتزعّليها. انزلي المكان، اقعدي شوفي الناس وهي بيعملوا، مرّة قومي كده حاولي تعملي، ما توقّفيش نفسِك عشان بس ما تتعبيش، بس كده. أنا يعني أنا مبسوطة بيكِ أوي، ومبسوطة إن أنتِ معايا، والله العظيم بجد، وفخورة بيكِ. إن حد في سِنِّك قدر يعدّي كل اللي حصل له ده، وإن أنتِ فتحتِ مشروع بتاعِك وأنتِ صغيّرة كده ووقفتِ فيه وسميتيه باسم مامتِك، وإن أنتِ ممتنة ليها لكل حاجة حلوة هي عملتها، وممتنة لباباكِ طبعًا. فأنا بصراحة فخورة بيكِ جدًا. شكرًا جدًا. أنا اللي شكرًا. أنا مبسوطة أوي إن أنتِ معايا. ليديا، ليكِ عندي مفاجأة، إمم. تحبي نشوف المفاجأة؟ أحب جدًا. ألو، إزيك؟ الله يسلمك يا فندم. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. طب الحمد لله. ليديا معايا هنا بابا. وعايزاك تقول لها كلمة. عايزاني أقول لها كلمة؟ آه. الله ربنا يخليكي ويصلح حالك يا رب. ويبعد عنك أي حاجة وحشة، آمين. والناس اللي بصلك كلها عينيها تغمض. يا رب، يا رب. ليديا حنونة عليك وعلى اخواتها، جدا. بتعتبرها بنتك ولا أمك؟ يعني بعد مامتها أنا بعتبرهم كلهم هم حياتي كلها. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك يا رب. متشكرة جدا ومتشكرة على تربيتك لليديا. ربنا يخليك. ميرسي. باي. باحبك يا ميرو. بتقول لك بحبك يا ميرو. ربنا يخليك يا ليديا، وأنا بحبكم كلكم أنت وإخواتك يا بابا كلهم. متشكرة. شكرا. مع السلامة. والله شكرا ليكي بجد. أنا مبسوطة جدا إن انتي كنتي معايا، أنا والله بجد. وعايزة أقولك إن دي كمان الحلقة يعني بالنسبة لي أنا حلقة ممتعة. أنا كان نفسي يعني أفضفض معاكي أكتر من كده، بس أنا مرضتش أتك عليكي أكتر من كده، وسامحيني لو كنت لأ يعني خالص. ضغطت عليكي. بس أنا كنت عايزاكي تخرجي اللي جواكي، لأن أنا حاسة بيكي قوي، وحاسة إن انتي كاتمة كل ده، ويمكن ده كان سبب في تعبك. ميرسي قوي أنا ميرسي أكتر ونورتيني. قلبي. أنا عايزة أحضنك. أنا أكتر. تالت مرة، أول مرة بتحصل